ليش شخص بده يفضّل AI girlfriend شخص وهمي على شخص حقيقي؟ Okay. إذا بس نرجع one step to the back and we think of what we call loneliness epidemic. Okay. الأعمار اللي نحن حكينا عنها 18 to 24 عاشوا in the COVID time. أوكي. Okay. الوقت اللي هن مفروض يكون فيهم عم بيشوفوا عالم، عم يظهروا، عم يتعرفوا، عم بفوتوا experiences ما قدروا يعملوها. كانوا قاعدين لحالهم كانوا قصدك قاعدين لحالهم. كloneliness. أوكي. So في this anxiety, this social anxiety already built in بهيدي الجنريشن. So this is why عم نحكي عن ال loneliness epidemic لأنه وقتها عملوا the data على why is it that high of a number 62% طلع half of those men they're actually clinically what's the word? They're high on clinical scales, right? From a psychological perspective. So already أوكي. عم نعرف إنه there's a big piece of it comes from loneliness, but also comes from خايفين that from the rejection, also that social anxiety اللي عم نحكي عنها. So المسألة منا مسألة إنه الAI girlfriend هي حلوة، هي أكتر يمكن واحد لازم يحطها إنه الAI girlfriend هي easy أو هينة. Much easier. ما في expectations, right? ما في different opinions. ما في شيء. Everything مبرمج بالطريقة اللي الشخص هو بده يشوفها وهو بده يسمعها. So أكيد رح تبين حلوة لأنه رح يطلبها مثل ما هو بده يشوفها. بس again أسهل من العلاقة الطبيعية per se. أكيد لأ، بعلاقة طبيعية إنه في negotiation في أخْد وعطا، هون بافتكر على طول yes. عطول يس. عطول يس. And so الشخص اللي بحب الكنترول، السيطرة، التحكم بطريقة كل شي بده إياها مثل ما هو بده إياها. This is perfect. ما ضروري يوجع راسه ولا قلبه بشي. كل شي واصل لعنده على الشاشة مثل ما بده.